أثار القصف الإسرائيلي الذي استهدف قلب العاصمة القطرية الدوحة عاصفة من الإدانات الدولية، واعتبرته عواصم عربية وإقليمية سابقة خطيرة تهدد استقرار المنطقة وتفتح الباب أمام تصعيد غير مسبوق. فقد سارعت الخارجية القطرية لإدانة القصف الذي وصفته بالجبان، والذي استهدف مقر سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس، موضحة أن الاعتداء الإجرامي يشكل انتهاكا صارخا لجميع القوانين والأعراف الدولية. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب عن إدانته الشديدة للانتهاك الصارخ لسيادة قطر وسلامة أراضيها، مشيرا إلى أن الدوحة لعبت دورا إيجابيا للغاية في تحقيق وقف إطلاق النار بغزة. وفي العواصم العربية توالت بيانات الاستنكار، إذ عبرت عدة دول عن تضامنها الكامل مع الدوحة، معتبرة أن الهجوم لا يستهدف قطر وحدها بل كل الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار، كما حذرت من أن التغاضي عن العدوان الإسرائيلي على أرض عربية قد يفتح الباب أمام سابقة خطيرة تمس أمن واستقرار المنطقة بأسرها. أما على الصعيد الدولي فقد صدرت مواقف من كل من تركيا والنرويج، حيث دانت الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف وفد حماس المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة، وأكدت أنقرة وقوفها إلى جانب قطر ضد الهجوم الذي وصفته بالدنيء والذي يستهدف سيادتها وأمنها. وضع القصف الإسرائيلي للدوحة العالم أمام لحظة فارقة، حيث امتزج الغضب العربي والدولي بالقلق العميق من مستقبل المنطقة إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على الدول واحدة تلو الأخرى، وسط تساؤلات حول حدود التصعيد وإلى أين يمكن أن يقود الشرق الأوسط بعد هذا المنعطف الخطير.